مساء الخير. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. هيحصل ايه لو بني آدم قعد مع الشيطان وقعدوا يسألوا بعض بكل اللي في نفسهم؟ التحاور بينهم هيبقى شكله ايه؟ هنا بقى جات لنا فكرة. على مدار 15 حلقة، كل حلقة فيها سؤالين. يوسف هيسأل الشيطان، والشيطان ليه فرصة يسأل يوسف أي سؤال، ولازم الاتنين يجاوبوا بكل صراحة. وهنشوف رد كل واحد هيبقى مقنع وصريح ولا لأ. تقول عليه مسلسل، تقول عليه بودكاست، الهدف واحد، وهو الفائدة والاستمتاع. أهلا، إيه الأوقات دي؟ انا جيت لك اهو زي ما انت طلبت وتمنيت. عايز مني ايه بقى؟ ندخل في الموضوع على طول. أنت كده كده الأيام دي ما وراكش حاجة، متسلسل بقى، مش عايزك تنحرج. فإيه رأيك ندردش سوا؟ هسألك شوية أسئلة، وأنت لو عايز تسألني براحتك، بس أهم حاجة تتكلم بكل صراحة. طب انت هتقول الصراحة. طبعا، عيب عليك. موافق. عرفني بنفسك. سؤال أهو، تسخين في الأول. انا مش محتاج اعرف عن نفسي، الكل عارفني والكل بيحاول ينساني، بس محدش هيعرف. انا اللحظة الحلوة في نظر كل اللي ماشي بأمري. انا اللي بخليكم تعملوا اللي انا عايزه بإرادتكم انتم. انا اللي عايز اكسب التحدي اللي بفضل كل يوم اقاوم عليه. انا الاول، انا اول من قلت لا واتجازيت على ده. فخلاص، ادام اتجازيت يبقى رد بقى. انا الذكاء، انا ساعة الغفلة اللي مش بتعدي ولا بتخلص. ادام جت عليك ساعة الغفلة بتاعتي مش هتطلع من تحت ايدي. انا اللي كلكم بتخافوا منه مع انكم بتتبسطوا من افعالي. انا الشيطان. حصل هنا الرعب يا سيدي. دوري بقى اسأل. عرفنا عن نفسك. عينيا. أنا العبد الفقير إلى الله، اسمي يوسف، في هندسة وعندي 22 سنة. ولا أقول لك، أشرح لك زي ما أنت شرحت. أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا واحد دايما بيقع في أخطاء بسببك طبعا، وبسبب نفس الأمارة بالسوء برضه. بس أهو، بحاول على قد ما أقدر مغلطش غلطتك، وعلى قد ما أقدر أطيع ربنا علشان يرضى عليا ويدخلني الجنة، وأبقى كسبان في الدنيا والآخرة. بخاف من ربنا، ما بخافش منك. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. انت مفيش منك خوف ولا فيك اي قوة. احنا بس كبشر نقطة ضعفنا سهلة بالنسبة لك. انت اتكلمت عن نفسك اكتر مني. ده غرور ولا بتحلي شكلك قدام اللي بيسمعك؟ لا خالص، انا بشرح زي ما انت بتشرح. اه، فرحان اني مش خايف منك، وان الحمد لله على قد ما بقدر بطيع ربنا انه يغفر لي دايما. مبقاش عنيد ولا ابقى في غفلة. بس كده. ايه رأيك؟ حابب نكمل ولا ايه؟ اه، انا عايز اكمل كلام معاك. انت مميز. شهادة كويسة من المخلوق الغلط. مين اكتر حد بتحبه؟ في كتير بحبهم وبيحبوني، وهم عارفين قصتي كلها وحابيني وبيتبعوني في كل اللي بأمرهم بيه. خلاصة الموضوع، اللي بيسمع كلامي واللي بيطيعني. بس في منكم كده بيبقوا عزاز عليا، بيدوني حافز وقوة. مين هما بالظبط؟ اللي بيبقى نفسه ومش قادر، بيبقى بيشرب مخدرات، قاتل، بيشتغل في الجنس، أي حاجة، ويجيله تفكير إنه يبطل، ويقول أنا نفسي أبطل اللي أنا فيه، بس هو مكمل ومش عارف يرجع عن طريقي. أو اللي يقول خلاص أنا مفيش مني رجوع، أنا في السكة دي، ولو عملت إيه هفضل في طريقي، غلط صح، خلاص أنا متعود على كده ومش هغير ده. أنا أحبه، أحب اللي يجي يطلب مني أساعده أو يفتح لي باب أدخله منه. يقولوا فيها إيه؟ معيش مرة من حياتي، ومرة تجيب مرة، ويبقى زي صاحبك اللي لسه قايل لك عليه ما يعرفش يبطل. وفي اللي بقى أهم من كل ده، اللي يهمه مصلحتي ويبقى من نفس اللي انت اتخلقت منه، بس ماشي مع مصلحتي ويرشد الناس لطريقي. شايف ان القوة والمصلحة عندي،
ويبقى قادر يقنع الكل إن أنا اللي طريقي كله سعادة. بحب الكسول وبحب الضعيف، أحب اللي يفضل يسأل وما يلاقيش إجابة تقنعه علشان أبدأ أنا أشتغل عليه. بحب اللي عنده استعداد لسماع كلامي، اللي مؤمن بوجودي وشايفني أنا اللي في إيدي الحرية والمصلحة ليه. ده زي أبنائي، أنا بحب كتير وبيحبوني كتير. أنا في إيدي كل الطرق للإقناع، وإنتم جواكم مداخل كتير بتسهل لي المهمة إن أحببكم فيا وفي كلامي. كلكم جواكم باب إنتم اللي بتفتحوا ليا. أنا مش بجبر حد، أنا بقدم المساعدة وإنتم اللي بتقبلوها. فاللي يفتح لي باب جواه أحبه طبعا، بس الأهم من كل ده يفضل يحبني علشان أحبه وما أغضبش عليه. طب هو انت لو غضبت هتعمل ايه يعني؟ اغضبني وانت تعرف. في ايدي اثبت لك ان كل كلامك غلط، بس لما نخلص دردشتنا هنشوف غضبك ده تأثيره ايه. اسأل سؤالك احسن، اسأل. ايه اكتر لحظة حسيت اني مسيطر عليك فيها؟ اكتر وقت لما ببقى قاعد لوحدي وقلقان، بحس انك مسيطر على تفكيري، في انك تخليني اقلق اكتر، افكر في حاجات غريبة، افكر في امور ملهاش علاقة بحاجة طبيعية غير اني اغلط بس، زي اني افكر ان الدنيا وحشة واني مظلوم، محدش بيحبني وكل الحاجات اللي طبعا انت شاطر فيها دي. في برضه ساعات بحس انك عمال تزن عليا، لما ابقى متعصب ما بعرفش اسيطر على نفسي ولا تفكيري من وسوستك، وللاسف انا عصبي، فمدخلك ليا من العصبية بيبقى سريع قوي، ودي حاجة بتضايقني انا. بعدها بحس برضو انك زي ما بتكون بتوسوس اني اندم على اللي غلطت فيه، وبيبقى في لعبكة في دماغي مخلاني حاسس احساس غريب، زي ما يكون اني ضعيف مش عارف لا افكر ولا اتصرف. بحس انك مسيطر عليا برضو ساعات لما اكون فرحان، ومرة واحدة تيجي في دماغي حاجة تخليني ازعل واتشائم، او افتكر حاجة ضايقتني فجأة، احس ان اكيد ده شغلك انت. كل دي مواقف بحسك قاعد فضيلي ومسيطر على عقلي، بس على قد كل ده انا ببقى دايما ندمان وخايف من ربنا، وبتمناه يغفر لي ويبعدني عنك. فعلا معاك حق، بدليل ان انا قاعد جنبك دلوقتي. لا قصدي لما تبقى في المواقف دي، يعني انت قدامي دلوقتي دردشة مش مسيطر. وانت تعرف منين انا في تفكيري ايه من ناحيتك؟ مش هاممني تفكيرك، وكمان انت مش مسيطر بمعنى مسيطر، انت بتخلي تفكيري متشتت مش اكتر، ده اخرك. لكن خلينا صراحة، انت ما تقدرش تبقى مسيطر على حد، انت اضعف من السيطرة التامة. زي ما قلت، احنا اللي بنعمل لك قوة، احنا كبني ادم اللي بنديك قيمة، وفي مننا اللي انت مهما عملت ما تقدرش عليه وبيخوفك وعمرك ما تنكر ده. صح ولا ايه؟ ما تعرفني كده، مين اكتر ناس بتتعبك؟ في ناس صعبين انهم يبقوا متمسكين بدينهم وعهدهم جامد قوي، وبيفكروا مرة واتنين وتلاتة في كل لحظة في حياتهم، وقاريين كلام كتير والكلام اللي مأمورين بيه مقتنعين بيه قوي. دول بيبقوا زي تحدي مع نفسي، بالنسبة لي بشتغل عليهم كتير. في اللي بياخد مني وقت بسيط، وفي اللي بيقع في الآخر. وفي ما بيقعش، صح؟ قول بصراحة. في مهما عملت مقتنعين بعهدهم. كمل كمل. بيتعبني اللي متردد ومشي معايا سكة صغيرة بس دماغه شغالة فرجع، بس بسبب تردده بقدر أرجعهم تاني. بس بيتعبني أكتر اللي عارفني وقرا عني كتير. ما يقدرش يأذيك بقوة إلا اللي يعرفك صح. بني آدمين كتير يعرفوني ويقدروا يمسكوني من نقط ضعفي اللي هم عرفوها، فبيبقى متعب بالنسبة لي جدا. حتى لو كان مقتنع بيا وفكر صح وعرفني بجد، ممكن ما يرجعش على طريقي تاني. لا وكمان بيبدأ يضايقني بقى، يبدأ يمشي صح وينصح غيره وياخد بإيد ناس معاه في الطريق الصح غير طريقي أنا. فبيبقى شخص متعب ومؤذي بالنسبة لي. ما انت تخاف أكتر من اللي ما يعرفش يموتك بس معاه طريقة ازاي يوجعك.
وفي اقعد اوسوس لهم وهم يبقوا خلاص انا قربت اخليه يقع في المعصيه، ويجي يمسك نفسه في الاخر ويعصاني. انا ده بقى بيضايقني جدا. بعد كل تعبي معاه ووسوستي ومقتنع بيا تماما، معرفش ايه يحصل الاقيه اتحول فجأة وبقى بعدني عنه، مش على النهج الصح. انا ببقى متضايق بقى من كده. مشيئة ربنا، الحمد لله. اتفضل اسأل. عمرك حسيت انك محتاجني جنبك؟ اعمل حسابك، احنا اتفقنا نتكلم بصراحة. بصراحة، للأسف. حسيت في أكتر من مرة إن إزاي أعمل الشر وآخد حقي بطرق صح، أو مش صح بس آخد حقي وأذي المؤذي. عدى عليا فترة كده كنت شخص تاني خالص، بعمل الغلط بكل أنواعه. ربنا ما يرجع الفترة دي أبدا. كنت ساعتها لما أحس بالضعف أو الكسرة أو إني زعلان بسبب شخص معين، بحس كده إني محتاجك تخليني أعمل أي حاجة عشان أذيه. ببقى عايزك تخليني متعصب وأفش غلي من غير ما أفكر في أي حاجة تانية. بس في الآخر اكتشفت إني كنت غلطان قوي. أصل لما دايما بحتاجك أبقى عايز أنتقم أو عايز أعمل الشر. طب ليه؟ طب ما أنا أهدى وآخد حقي بالعقل وبالطرق الصح، وفي نفس الوقت ألاقي ربنا بياخد لي حقي من كل اللي ظلموني من غير ما أذي أي حد. فخلاص أنا مش محتاج حاجة تانية. فوضت أمري إلى الله وهو قادر على كل شيء. يبقى أسمع الكلام ربنا أحسن. واقتنعت أكتر لما الفترة دي لما خلصت من حياتي، لقيت نفسي بقيت مرتاح، ومبقتش أقع وسط ناس تخليني زعلان أو أبقى مش محبوب. بقيت مبسوط من كل جانب. أنت لو مكاني كنت هتفكر للحظة إنك ترجع تفكر بالطريقة الغلط؟ انا عايز اسال انا الاول. وماله، اتفضل، انت ضيفنا برضه. ما بتفكرش اني انظلمت ومحتاج فرصه تانية؟ انا عملت ايه يعني لكل ده؟ دي كانت مجرد غلطه، يعني الكون اتقلب. طب ما انتوا بتغلطوا بدل المره 1000 وبترجعوا عادي. من غير ما افكر، لا، انت ما تستحقهاش. الفرصة التانية دي للي غلط في حق نفسه تجاه ربنا. لكن انت ما كنتش مجرد غلطة، لا، انت غلطت غلطة كبيرة قوي. انت قلت لرب الكون لا مش هسجد وعصيت امره واتكبرت على امره عز وجل وقللت من خلقه. فلا، مش مجرد غلطة ويتعافى عنك فيها. كمان حاجة لاحظتها دلوقتي، انت قلت عملت ايه يعني لكل ده وبتقول لي مجرد غلطة. انت من جواك معمي. انت من جواك معمي عن كل حاجة انت عملتها. انت عايز تعاند رب الكون وما تبقاش غلطان. في كتير شايفين اني مش غلطان. هما العيب فيهم فعلا. ادوك الفرصة انك تقنعهم بكده، لكن اللي يفهم صح هيكتشف حقيقتك. وهيكتشف انك بس بتحاول تشتغل على دماغي ودماغ الناس في انك تقول انك انظلمت. ما كان يتغفر لي؟ طب ما ادم غلط وانطرد من الجنة وربنا سامحه عادي. بس انت ما عملتش شوية. سيدنا ادم لما غلط بسببك وتاب ورجع ربنا يطلب المغفرة، طلب بكل الطرق وكان ندمان على غلطته دي. كمان سيدنا آدم اتغفر له عشان دي حكمة من ربنا. ربنا قال له فيما معناه الرحمة مش همنعها عنك يا آدم، علشان باختصار أنا خلقت الرحمة ليك أنت أساسا يا آدم. درس لينا كلنا كبشر، مهما نغلط نتوب ونرجع لربنا ندمين، ونتأكد إن ربنا هيغفر لنا. أصل لما نعرف إن لما حد يغلط خلاص مفيش كده راجعة، واللي هيغلط مرة هيعمل بدل الغلطة 1000 وخلاص، هيبقى عامل حسابه إن الدنيا بايظة كده كده. لكن لما نعرف إن ربنا بيحب التوابين أكتر ناس وبيغفر، ولو عامل كل حاجة غلط ورجعت بقلب نقي بجد هيتغفر لك كل حاجة إن شاء الله. يبقى لازم نعمل حساب الفرصة التانية إننا نبقى أحسن ونرجع توابين. ده لما بنعمل كبيرة من الكبائر بنبقى خلاص عارفين إن ربنا غضب علينا. دي كبيرة من الكبائر، بس تلاقي برضو ناس تقول إحنا متأكدين إن ربنا غفور رحيم، إحنا هنتوب وأكيد ربنا هيغفر لنا، والله أعلم بمغفرته لعباده. أكيد ربنا عارف إن اللي جاي ندمان وقلبه نقي مش متكبر وبيجرب هيحصل إيه وخلاص. شفت بقى إن الأمور بتختلف إزاي؟ تسمح لي أسأل أنا بقى سؤال نفسي أسأله لك؟ قول. بتحقد على البني آدمين في إيه؟ انا ما بحقدش على حد، انتوا ما اقل من ان انا احقد عليكم. قلت لك من أول ما قعدنا هنا تتكلم بصراحة وبلاش ملوعة. دايما الباب مفتوح قدامكم. إزاي؟ دايما الباب مفتوح قدامكم.
بحقد عليكم انكم زي ما قلت لك ليكم فرصة تانية وتالتة ورابعة وألف، وبتتمسح كل حاجة كأنكم لسه مولودين، مفيش عليكم ذنب. ده في منكم بيبقى مش مآمن بوجود ربنا أساسا وبيتوب وبيتغفر له. في منكم بيبقى عايش حياته كلها بالطول وبالعرض وبيعمل حاجات أقصى تفكيري، ويجي في الآخر يحصل له موقف يخليه يتوب، والكل نسي كل حاجة كان بيعملها وبقى يدعيله، لكن أنا بغلطة واحدة فضلت الأبد الأبديين ما اتغفرليش. هل انت ساعات لانه يتغفر لك؟ وأنا أسعى ليه؟ عملت إيه لكل ده؟ أنا عملت الطبيعي، رد الفعل اللي الكل كان خايف يعمله. برضه. خسرت كل حاجة وطلعت من أحسن مكان ومش هدخله تاني، فخلاص أعمل اللي أنا عايزه بقى. لكن انتم تسمعوا كلامي وبتمشوا معايا لآخر الطريق وبتتوبوا وترجعوا وتفضلوا خطائين، وممكن في آخر لحظة في حياتكم القصيرة دي تتوبوا وتبعدوا عن طوعي ويتغفر لكم. ده عدل ده؟ انت اللي بتتكلم عن العدل والظلم، طلعت بتحقد علينا فعلا. ده اللي أنا بحقد عليكم فيه. يعني كفاية إن آدم اللي مخلوق زيكم من طين كان سبب في خسارتي في الأول خالص. انتم كمان ليكم حقوق ومتفضلين عليا بجسمكم الضعيف وتفكيركم المحدود. كل ده بيخليني زعلان وغضبان قوي لما بخسر حد فيكم ومكانه يفضى من جهنم جنبي. يلا، ربنا يفضي حواليك كمان وكمان. ندخل في التقيل. ايه هي اكتر حاجة بتخوفك؟ مش قلتلك قبل كده احسن حد يوجعك اللي ما يقدرش يموتك بس معاه نقطة ضعفك؟ عايزني اقول لك نقطة ضعفي بنفسي؟ كنت فاكرك اذكى من كده وبتركز في الكلام كويس. هو مش احنا بندردش وعادي؟ طب ما انا قلت لك ازاي بحس اني محتاجك جنبي ساعات، وبعدين اديك خايف اهو، امال بقى قادر ومفيش حاجة صعبة عليا وبتاع. هقول لك، في حاجة اللي مخوفاني دايما وما اقدرش ما اخافش منها، هي ان في الاخر اخسر كل اللي بعمله. بقالي كتير خايف اكون انا الوحيد اللي اتبقى في جهنم ومفيش كتير جنبي. بخاف بعد كل تعبي ومجهودي وكل اللي عملته المغفرة تسع الكل وابقى انا الوحيد اللي خسران من الاول للاخر. معلش في الرد، مش عايز اضايقك، بس طب ما هو ده اللي هيحصل اصلا بامر الله. خليني اكمل، انت سألتني بلاش تقاطعني. بخاف منكم لما فعلا ذكائكم يشتغل. في كتير بيقدروا يهربوا مني وبياخدوا ناس معاهم لطريق صح غير طريقي. بخاف من المتعلم وبخاف من الناجح وهو عارف ان سبب نجاحه ربنا، ما بيبقاش شايف ان نجاحه محتاج شوية دلع زيادة، لا شايف ان نجاحه ده لازم يتعامل معاه الخير اكتر واكتر. بخاف من اللي ما بيقطعش صلاته، وبخاف من اللي بيقرا كتابه لا وكمان يشوف التفسير ويبقى على معرفة بيه اكتر واكتر. احنا بنتكلم بصراحة، والصراحة ان المتعلم عارفني وعارف نقط ضعفي. بخاف من اللي عارفني صح وعارف قدراتي بتضعف ازاي. بخاف من اللي مرتاح نفسيا وهو على عهد الله وشايف ان ده الصح ومفيش غير كده. وبخاف من اللي عارف كل ده عني. ايه الجديد؟ طيب ما كلنا عارفين ده. انت ايه اكتر حاجة بتخوفك؟ انا زي اي بني ادم، بغلط وبندم وببقى خايف من غلطي ده يكون ملوش اي توبة. بيجي عليا وقت بخاف قوي، بحس اني مش مقبول ليا التوبة، بحس ان انا وانا حتى بصلي مش مقبول ليا الصلاة. بخاف قوي تكون الدنيا ماشية كويس وحسابي متساب للآخرة، ودي حاجة ما تطمنش، تخوف قوي، بالذات لو الإنسان مننا بيغلط وبيتوب كتير. بس في مرة كده قريت إن ربنا عمره ما يكره حد تايب. أحسن شخص منزلة عند ربنا اللي يرجع لربنا تايب ومش عايز الغلط تاني. ربنا بيحبنا كلنا ويحبنا نرجع ليه دايما مهما غلطنا، باب رحمته مفتوح، بس بيمتحننا ويشوف احنا فعلا على يقين برحمته وقضائه ولا لا، علشان يدينا المكافأة المظبوطة اللي احنا نستاهلها. ده انا بخاف ازعل امي جدا. زعل امي مني ده ابشع حاجة ممكن تحصل لي. دعوتها بتفتح لي ابواب الدنيا كلها، فلو زعلت الدنيا بقت عتمة. بخاف من اني اموت في لحظة ضعف، لحظة اكون فيها بعمل حاجة غلط. بخاف لما اضعف بسببك ووسوستك. بخاف ان امسح كل اللي بحاول اعمله بسبب غلطة عملتها. لكن لو فاكر ان كلامي ده معناه ان اقول لك اني خايف منك، مستحيل، مستحيل تحصل مني. انا بالاختصار المفيد، انا بخاف من ربنا، ماليش غيره وعايزه يبقى راضي عني بس.
طب هو سؤال الكل نفسه يفهمه، انت ليه عملت وبتعمل كل ده؟ ازاي؟ يعني ليه من الاول قلت لا مش ساجد وعاندت وخليت كل اللي حصل ده يحصل؟ انا عملت كل ده عشان كنت عايز تقدير ليا اكتر. كنت عايز ابقى انا زي ما انا، افضل قوي، وانا اللي دايما يبقى ليا الاحترام. ما يجيش مخلوق تاني اضعف مني من طين ياخد كل الاحترام وياخد المكانة ويبقى هو الاهم من كله. ليه؟ هو مش احسن مني، انا اللي احسن منه 1000 مرة. عملت كده علشان ما بقاش مجرد زي ما انتوا بتقولوا عروسة بخيط تتحكم فيها، اعمل كذا اعمل، ما تعملش ما اعملش. لا، انا عايز يبقى ليا كلمة، يبقى ليا قرار. فقررت ان لا، هو انا هخلي الكل متشتت والكل يضعف، واثبت ان الطين ضعف والنار هي اللي فيها القوة. بعمل كل ده علشان اللي بيتأمروا ويمشوا على عهد معين يخلفوه، ويبقوا على عهد معايا انا وليهم الحرية الكاملة في اللي نفسهم فيه. انا ما بضربش حد على ايده ولا باذي حد، انا يا دوبك بديك طرف المعلقة واديك النصيحة، وانا عارف انك هتسمع نصيحتي وتكمل معايا للاخر. بعمل كل ده عشان، بص، الاجابات كتير بس احسن اجابة اللي قلتها لك، انا الاهم. فكنت عايز ابقى الاهم. لو فضلت حد عليا، طب هخلي كل اللي متابعين عقيدتك يخالفوك عشان تعرف بس اني قوي، وهم اللي من ادم ضعفة زي ما انا قلت. بعمل كل ده علشان غلطت غلطة وشلت حسابها لحد النهاية، وانت وكل بني ادم خطائين ودايما تسمعوا كلامي وبيتغفر لكم برضه. فبعمل كل ده عشان افضل اخلي الناس معايا واثبت ان كلامي انا الصح، وان في كتير يقدروا يقولوا لا ويقدروا يبقوا عصيان حتى لو هم بيتغفر لهم. اه منك انت، ده انت شطار. سؤالي بقى ليك، ليه بتحرم نفسك من المتعة اللي انا بقدمها لك في اوقات كتير؟ سؤال حلو. اول حاجة متعتك كلها حرام، وبرضه تعرف لما كل واحد فينا يفكر لحبة بسيطة يلاقي ان متعتك بتبقى للحظات صغيرة، وتمن المتعة دي سنين كتيرة قوي. ممكن يحصل لي بدل العقاب 100 بس لاني عملت المتعة دي بسبب، فبالعقل لازم امنع نفسي. وغير كل ده ممكن في لحظة تسليم نفسي للمتعة دي اموت، وتبقى اخر لحظة في حياتي، لحظة ضعف، ابقى خلاص مكاني العذاب، مفيش غيره. ده انا ممنعش نفسي، ده انا لو بايدي اربط ايدي ورجلي عشان لا اعمل الغلط ولا امشي في سكته، فاحرم نفسي من غير ما افكر. وكمان تمن اني امنع نفسي من متعتك الحرام مكافأة من ربنا، اغضب ربنا عشان خاطر ساعة انبساط بحرام. انت ليه دايما متشائم؟ ما ممكن تتمتع عادي وترجع تصلي وتطيع زي ما انت عايز بعدها. بقولك ايه، انا مش صغير عشان يتلعب في دماغي بكلامك ده. انا زي ما قلتلك مش هستفيد حاجة لما تبقى اخر لحظة في حياتي عاصي. ما كنتش اعرف انك قلبك رهيف قوي وخواف كده. ايوه خواف عادي، بخاف من ربنا لان ربنا في ايده كل شيء. مش انت اللي في ايدك تعاقبني او ترزقني او تمنع رزقي. انت مش في ايدك حاجة غير انك توقعني في الغلط بحجة ان الغلط ده يخليني مبسوط ومتمتع وابقى ملك زماني. لكن زي ما قلتلك، ورقة وقلم وكل واحد يحسبها، الكل هيكتشف ان المتعة الحقيقية في الامتناع عنك، والانبساط بقى بالفرحة الحقيقية اللي ربنا بعتها لينا. وبعدين بصحيح، انا غلطان في نقطة. هو ايه الممتع اللي انت بتقدمه ملوش بديل حلال واحسن منه؟ مش فاهم. اللي مثلا بيتفرج على الإباحية ومتفاعل معاها، ما في الجواز حلال ويقدر يكون أسرة والشهوة تبقى بالنسبة له حلال في أي وقت. اللي بيشتغل صح ويذاكر مشروع كويس يقدر يكسب ويبقى غني، مش لازم الواحد يسرع علشان يبقى معاه فلوس. اللي بيشرب مخدرات علشان ينسى، لا بتنسى ولا بتعالج، دي بتبوظ الجسم أكتر. انت ملكش متعة أساسا، كلها أضرار. هو في ضرر ممتع؟ ربنا مدينا كل متاع الدنيا تحت أمرنا في أي وقت، ونبقى مبسوطين وكسبانين دنيا وآخرة. لما الاقي كل ده في ايدي اجي اسمع كلامك انت، ابقى غبي بفوت المتعة والاستمتاع الحقيقي من ايدي. الاغلبية ياما ومخليني سعيد. ما تقلقش، هيجي يوم ويتعلموا. ايه، زهقت ولا حاجة؟ لا ابدا، قلت لك انت مميز وانا عايز اكمل كلام معاك.
ياه، مش هعرف اضايقك للاسف على الكلمتين الحلوين دول. المهم، قول لي بقى سر الصنعه، عايز اعرف طريقتك في انك تخلي الشخص تحت سيطرتك. كل واحد وليه دخلة، كل واحد بيفتح لي باب معين، وأنا بذكائي بختار الباب الصح اللي هدخل لك منه أسرع، والوقت المناسب اللي أبدأ أوسوس لك فيه، وخليك مش بتقاوم لتفكيرك. أبدأ أجيب في دماغك حاجات أنت نفسك فيها، ودي حاجة سهلة عندكم قوي. أفكرك بسجارة، موقع، سب، خناقة، أي حاجة من دي. ببدأ أمهد لك الأول بتفكير بسيط ووسوسة خفيفة، وبعد كده أسيطر عليك تدريجي وأزود في تفكيرك الفكرة اللي نفسك فيها، وإزاي هتبقى مبسوط ومستمتع لما تقوم دلوقتي تعمل اللي بنصحك بيه. في بيتعبني ومش بيسمع من أول مرة، بس على مين؟ مفيش أحلى من الصبر، وأنا كده كده هجيبك. لو قعدنا مع بعض قد إيه هخليك تعمل اللي أنا عايزه. تيجي بقى مرحلة أزود فيها العيار شوية بتاع الوسوسة والإقناع، لحد ما أخليك تاخد بس أول خطوة، وأبدأ أسيب إيدي وأنت شغال مع نفسك، وأرجع أكمل شغل معاك حاجة بسيطة علشان ما تفوقش ويفضل تفكيرك مشغول، وهكذا. تفضل حاسس إن عادي ما حصلش حاجة مرة من نفسك، وتعمل اللي أنت عايزه بعدها عادي. بس انتوا ما بتقدروش تقاوموا احتياجكم للدوبامين ولذة المتعة، وكل اللي أنا بخليك تعمله بيعلي الدوبامين في جسمك، فبحسسك بسعادة وراحة ما بعدها راحة. الحياة الطبيعية اللي انت رامي نفسك فيها مش مدياك نفس المقدار من السعادة والمزاج، ولو حتى بطلت تسمع كلام هتفضل محتاج لنسبة الدوبامين اللي مخلياك بتفرك وعندك أعراض انسحاب. هسيبك ترجع عن طريقي وتتوب وكل حاجة، وفي الوقت المناسب أعيد نفس الكرة تاني، أخليك تقع تاني وتبقى كده فريسة مضمونة بالنسبة لي، وعملت كل اللي أنا عايزه فيك، وخليتك تعمل اللي انت عايزه بإرادتك انت. مش هضربك على ايدك، أنا مهدت لك الطريق مش أكتر. ايه رأيك؟ مش بقولك أنا الذكاء؟ ايوه 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 ايوه، كمل صح. سؤالي بقى ليك، عمرك حسيت إنك عايز تعيش شوية من غير قيود، تبقى بحريتك؟ انت مقتنع بكلامك ده؟ انت عارف يعني ايه حريه اساسا؟ طبعا الحرية إنك تعمل كل اللي نفسك فيه من غير قيود ولا أي قانون يمنعك، ولا فروض تضيع وقتك وتكبتك. كل شخص حر يلبس اللي هو عايزه، كل واحدة حرة في جسمها، وكل شخص حر في إنه يتبع أي طائفة نفسه فيها، وكل راجل حر إنه يحب أي شخص، مش لازم كله يبقى واحد وواحدة. كل شخص حر، لكن هتتبع الدين والفروض والكبت ده كله، هتبقى مكسب إزاي؟ هي اسمها حرية ليه؟ لا 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 خالص. الحريه ان اعمل كل اللي نفسي فيه، بس ما يبقاش فيه اذيه لا ليا ولا لغيري. وكل ده متاح، اقدر اعمله وانا بطيع ربنا ومش ناسيه، ولا شايف ان ربنا فرض عليا قيود مضيعه وقتي وكبت حريتي. انا اقدر اسافر وانبسط والعب واعمل كل حاجه تخليني مبسوط وحر وطليق. اقدر اشتغل بالحلال واعمل فلوس واعيش، كل ده عادي. بس الاهم، لو مش بطيع ربنا وبعمل اوامره، ممكن كل ده يضيع من ايدي، وما اقدرش حتى اقوم اروح الحمام اللي جنب اوضتي علشان بس ربنا مش راضي عليا. قول لي بقى كده، الحريه من غير قيود ولا فروض فادتني بايه؟ كلنا نقدر نبقى احرار، وفي نفس الوقت وانا بعمل كل ده اقدر افضي 10 دقايق اصلي وادعي ربنا انه يديم عليا النعمه واكمل حياتي عادي. اقدر في ساعتين بالليل قبل ما انام اصلي القيام واقرا قران وافهم تفسيره عادي. اقدر ان اغض بصري، وفي نفس الوقت اقدر ان اتقدم لبنت واعمل شرع ربنا واكون اسره والكل يبقى مبسوط وانا كسبان اسره وحريه. والحلال في اني اتعايش واتجوز بالمفهوم الصحيح. لكن ان انا ابقى شاذ عن القواعد، هكسب ايه؟ هكسب مرض، وهتنبذ من الكل، وهكسب غضب ربنا. انت شايف ان الحريه في ايدك، بس الحقيقه العكس، انت الذل هو اللي في ايدك. انت معظم اللي سامعين كلامك مش عارفين يطلعوا للعلن يقولوا احنا بنعمل كذا وكذا. لا، الكل بيعمل الغلط في الدرة علشان ما يتشافش ويبقى ملعون وسط الناس. ده بسبب الخوف من اللي زيك اللي كابتن الحرية. لا، وانت الصادق. احنا بنخاف من ربنا ومنرضاش حد يتعدى على فروض شرع ربنا. كل الابحاث الطبية والعلمية اثبتت ان شرع ربنا وفروضه اكتر حاجات مفيدة لكل انسان. الخمور بتدمر الصحة، الشذوذ مش محتاج اتكلم، مرض وقرف وذل، العري بيرخص من الشخص لانه بيبقى عامل له سعر معين. والانسان اللي عارف قيمة نفسه وعارف كلام ربنا كويس، عارف ان مفيش حد فينا ينفع يقيم جسمه بفلوس. احنا اغلى من كنوز الدنيا. ده لو كل ده حرية تولع الحرية والله. انا عن نفسي
احب اعيش وانا عامل الواجبات اللي عليا واعمل اللي يبسطني وانا تحت شرع ربنا ومحكوم بفروض ربنا، حتى لو هيتقال عليا متخلف او مش حر طريق. الحرية قال والله ده انت طلعت بخ خالص. هو انت نفسك في ايه دلوقتي؟ دلوقتي لا اقصد نفسك في ايه في العموم، نيتك ايه؟ هتصدقني لو اتكلمت بصراحة؟ اه طبعا قول. كان نفسي يسمع كلامي ويقتنع بيا ويسامحني، بس خلاص الوقت فات. دلوقتي نفسي في الآخر أثبت إني صح. نفسي أخلي كتير يبقوا جنبي أنا علشان أكون نفذت وعدي، وكمان على الأقل مبقاش لوحدي وأحس إني غلط مع إني أنا عارف إن أنا اللي صح. نفسي الكل يمشي على طريقي والكل يقول لأ، والكل يعمل اللي أنا أحبه. ده اللي أنا عايزه. عايز ما أحسش بالفشل لأني ما بفشلش بطبعي، بس لكل حاجة نهاية، وأنا لو نهاية الفشل هبقى كده غضبان غضب يحرق الأرض وما فيها. أنا بعمل كل حاجة بذكاء، وكل حاجة بعملها بتبقى صح، بس ساعات بيضيع من إيدي حد اتنين أو شوية. بس أنا متأكد إن في كتير هيفضلوا تحت طوعي أنا، وكتير هيسمعوا كلامي مهما اتنصحوا من غيري. هيفضلوا متأكدين إن أنا الأفيد ليهم. نفسي أخلي كتير بعد ما كانوا بيجزموا إنهم مستحيل يمشوا في طريقي يبقوا أهم حاجة عندهم إنهم يخلوني راضي عنهم، وبيبقى بيعملوا كل اللي بيبسطني. نفسي أشوف الكل في فوضى، ونفسي أشوف الكل جواهم كره لبعض، والكل بيبقى بياكل حق بعض. نفسي كل البشر يبقى عندهم على الأقل نقطة سودا في قلوبهم، نقطة بسيطة تعكر التقوى من قلب كل واحد، وأنا أقدر أخلي النقطة دي بحر ملوش آخر. نفسي الكبار يزيد طغيانهم علشان يكسبوا المستقبل على حساب أي حد وأي حاجة، والصغيرين يزيد إحباطهم علشان شايفين مستقبلهم بيضيع حتى وهم بيسعوا. نفسي الكل يشوف إن مفيش حاجة هتحصل لو دوسنا على اللي أقل مننا علشان نبقى في مكان أحسن. الكل ياكل في بعض، والكل ما يخافش لا على عرضه ولا كرامته. نفسي زي ما في بينصح إن طريق الشيطان غلط وطريق الشيطان آخره سواد والكلام اللي بتصبروا نفسكوا بيه ده، يبقى في كتير قوي يدوقوا حلاوة طريقي، والكل يعرف إنه سهل قوي تكسب رضايا وأنا مش هحرمك. تعرف حاجة كمان؟ نفسي أخليك زي ما بتنصح الكل كده الكل يحكي عن قصتك وأنت في صفي. انت شاغل بالك بيا ليه؟ احب اقول لك ان كل اللي نفسك فيه انت متاكد انه مش هيحصل. أنا أقدر على أي حاجة وهعمل أقصى جهدي علشان أنفذ كل اللي نفسي فيه وهيحصل. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ريت تسال سؤالك. قولي أنت نفسك في إيه؟ تعرف ان احنا متشابهين قوي. اعمل نفس اللي انت نفسك فيه، الكل يسمع كلامنا دلوقتي. نفسي قوي الكل يسمع كلامك ويسمعوا كلامي برضه. إيه ده؟ الدرجة دي أمنيتي اتحققت بسرعة وبقت معايا؟ اصبر اسمعني للاخر. انا نفسي اعمل كل ده بس الغرض احسن شويه، انت احلامك محدوده، انا عايز الاكتر. لا، ده أنت تشرح بقى. امال عينيا الاتنين. بص، الامنيه العادي ان طبعا نفسي اشتغل واعمل كيان وثروه واحقق كل اللي نفسي فيه وما احرمش اهلي من اي حاجه. بس بقى الحاجه اللي نفسي فيها بجد هي اني نفسي احافظ على نفسي منك واحمي الكل من دماغك. والله مش هزار، نفسي احمي نفسي والناس منك، بعمل كل اللي عليا اني ما اقعش في فخك. نتكلم بصراحه، انا بقع ساعات كتير بس لا بفوق والحمد لله ربنا بيفوقني في الوقت المناسب. نفسي اني احقق كل اللي انت بتقوله ده بس يكون بنتيجه عكسيه، نفسي اعلم كتير قوي انهم يعملوا الصح. نفسي ان اخلي الكل حابب نفسه ودينه وربه والكل يبقى على يقين ان الخير موجود مهما حصل ومهما الدنيا ضاقت بتفرج. نفسي كل اللي اعرفهم يتصلوا بيا نتجمع في الجامع نصلي. نفسي اصحابي يبطلوا يشتموا في الجد والهزار. نفسي ربنا يرضى عني ويجعلني سبب في ان حد يفوق يبقى على الصراط المستقيم. نفسي ما بقاش نهايتي في غفله. نفسي اسعد ابويا وامي واشوفهم فرحانين واحقق لهم كل اللي نفسهم فيه. نفسي الكل يسمع دردشه النهارده دي علشان سبب واحد، ان اعرف الكل انت ايه. يتعلموا يمسكوا نفسهم ويمنعوا نفسهم عنك. يسمعوا كلامك والكل يتأكد ان طريقك اخره سد وملهوش رجوع. يعرفوا ان جواك فراغ ملكش اي تأثير عليهم. نفسي الكل يبقى احسن والكل يفكر بطريقة صح. نفسي نصيحتي توصل لناس كتير عشان الكل يستفادوا علشان اجر ده عند ربنا برضه. امنية نفسي ربنا يحقق لي كل ده. امنياتي ما بتخلص وانا طماع جدا مع ربنا، اصل ماليش غيره. فلما ابقى نفسي في حاجة ببدأ افكر فيها وادعي ربنا انها تتحقق. بطمع في كرم ربنا لان ربنا هو اللي امرني اني ادعي بيقين واطمع في كرمه وهيتحقق لي كل اللي انا عايزه تدريجيا.
نفسي الكل يعرف ان فعلا اللي ما يطمعش في ربنا يبقى لسه ما فهمش الدنيا. انت قلت لنا سر الصنعة ازاي توقع الشخص في فخك. قول لي بقى، ايه هي اسهل فريسة بالنسبة لك؟ ياه، في كتير. قبل ما اقول لك، قول لي كده، انت من رايك ايه اسهل فريسه بالنسبه لي؟ بيتهيألي اللي بيبقوا في الكباريهات بقى وخاربين الدنيا ومولودين وسط الغلط، والناس اللي بتبقى مش متعلمة صح ولا قارية كتير، الناس اللي بيبقى ايمانهم ضعيف وكده بقى، صح؟ بص، هو انت قربت بس لا. هقول لك انا اسهل فريسه، وبعدها هقول لك اكتر فريسه بحب اشتغل عليها. قشطة، ده خبر حصري، قول. اول حاجه عايز اوضح لك، انا مش بضرب حد على ايده علشان يسمع كلامي. انا بديك اللي نفسك فيه مش اكتر، ايا كان، نصيحه او فكره او اي حاجه. وعمري ما بخلت على حد بكرمي ابدا. بالنسبه للي بحبهم، انا بحب قوي المكتئب ده، بيعمل احسن حاجه بحبها، انه بيفضل منطوي، بيفضل حابس نفسه في ذنب من الماضي او خوف من المستقبل. ابدا انا اوريه قد ايه هو تفكيره صح، وان كل حاجه سودة، وان مفيش امل خالص في اي حاجه، واديه حلول صح وتقدر تطلعه من الاكتئاب وتخليه اسعد الناس. ايه هي؟ سيبني بقى اكمل. وابدا اقنعه ان كل الحلول دي صعبه ومش هيعرف يعملها، وازود خوفه وان كل فكره حلوه في دماغه غلط، علشان يكمل في الاكتئاب ويدخل فيه اكتر. سهل قوي بقى هنا ان اسيطر سيطره تامه، وهنا اديله الحلول مني انا بقى، بتبقى على حسب نسبه الاكتئاب اللي هو فيه. بس لما بيمشي معايا وبحلولي، بينتهي بالامر باحسن نهايه بالنسبه لي. الانتحار. بالظبط. وبحب اللي عنده استعداد لاي حاجه، هو طبعا مش قاري ولا عارف اضرار ده ايه، نفسه يجرب اي حاجه من الحاجات اللي تفرحني. ده سهل قوي اجيبه برضه. في اللي من اول ما اتولد محدش بينصحه، دايما كله بيديله اوامر، بالذات اهله بيبقى بياخد اوامر ومش فاهم هو بيتقال له كده ليه، والكلام اللي مفروض عليه لازمته ايه. زي مثلا لازم تصلي، وينضرب ويتزعق له انه لازم يصلي، وهو ما اتعلمش ايه هي الصلاة او ليه اساسا يصلي وكده، وهو بياخد الامر بالعافية ولازم يعمله. ده جميل ده، سهل قوي اجيبه في صفي وانا اخليه مبسوط وعامل عالم خاص بيه مع نفسه. في برضه سهل اللي قاعد لوحده ومش وراه حاجة، بفضل ازن في دماغه، وده بقى هيقع يعني هيقع. طب ما انا يعتبر قلت كل ده، امال بتقول لي من الاول غلط ليه؟ انت غلطت في ان اشوف اللي في الكباريهات واللي حواليه خطايا كتير، انا مشغلش نفسي بيهم، هما كده كده خلاص معايا في طريقي. انا دايما اروح ورا اللي رايح الجامع، او اللي واقف بيصلي اخليه يحس انه مبقاش طاهر، اشغل تفكيره بحاجه كان عايز يعملها باغنيه بيحبها. انا دايما اروح ورا اللي رايح الجامع او اللي واقف بيصلي اخليه يحس انه مبقاش طاهر، اشغل تفكيره بحاجه كان عايز يعملها باغنيه بيحبها، افضل اشغل دماغه باي حاجه تلهيه. عندي ده احسن الف مره انه يعمل الغلط، حتى لو الشغل عليه مش سهل بس بيبقى ممتع، لأنه فترة وممكن يبطل صلاة وممكن ينشغل بحاجة تخليه ينسى يعمل أي خير من اللي هو متعود عليه. أحببه في نفسه زيادة قوي عن اللزوم، أخليه يهتم بالفلوس وإزاي يجيبها بأي طريقة لحد ما يدور على الطريق السهل اللي هو طريقي طبعا. مش لازم يبقى كل حاجة سهلة، بس لازم تبقى ممتعة وآخر انتصار ليا ولمجهودي. قول لي بقى، إمتى حسيت بجبروتي؟ بص، مش جبروت قد ما انت، مش عايز اشتم بس انت هبل. اللي هو ازاي تعصي امر اللي خلقك دي، انا مش فاهم ده جبروت ولا ده ايه؟ انت واقف وربنا يديك امر وانت ترفض امر ربنا بسبب غرورك. اللي هو انت بتعمل ايه؟ انا عارف مليون المية ان ربنا ليه حكمة في كل حاجة، فلما اشوف تصرفك بقول قد ايه انت غريب. ازاي حد يقول لربنا لا كده؟ وللاسف بشوف بني ادمين كتير زيك بيقولوا للي خلقهم لا، وكمان مش بيعترفوا بوجوده اساسا، بيقولوا كل اللي احنا فيه ده صدفة. ازاي صدفة؟ جبروتك بقى انك بتقنع كل دول انهم صح، وبتعرف فعلا تخلي الواحد مكمل حتى لو حس بالذنب اللحظة، لا وبيكمل في غلط برضه. بحسك جبروت وانت شايف واحد بيضرب امه علشان يسرق منها فلوس ويشرب بلاوي زرقاء، او عيل صغير تكبر في دماغه انه يتخانق ويقتل اللي قدامه عشان يبان انه راجل ويبان قد ايه انه قوي. تتكلم عادي ولا كأنك عامل كل ده. بس انا عارف ان جبروتك ده اخره فاضي، بس للاسف احنا اللي مدينك قيمة والله.
عمرك زعلت على حد راح بسببك؟ لا، لان الاجابه بسيطه. هو اللي اختار ده مش انا يا دوبك بشغل لك العواميد اللي في الطريق وانت بتختار تمشي فيه. فانا مالي؟ انت رحت ما رحتش دي ارادتك، انا ما ضربتكش على ايدك. فلا ما ازعلش. وبعدين انا بعمل كل ده ليه؟ ما علشان تروح في طريق ده انا افرح. انا هزعل لو رجعت ورحت للطريق اللي ضدي. طب عمرك ندمت؟ جه عليا لحظه حسيت اني ندمان، بس لا، انا عملت الصح. انا مرضتش اوافق على الاقل من اللي انا استحقه. انا استحق التكريم اكتر من ادم، فلا مش ندمان. انت بتنكر انك ندمان، بس مش مشكلة. انا عايز اقولك انك هتندم في الاخر. انت عارف انك ضعيف بس مكمل كبر وعناد. ده اهم صفه عندي، ونشوف مين في الاخر هيكسب. وماله، قعدنا في الاخر نشوف مين هيكسب. امتى بيكون نفسك عايز تأذيني؟ في اوقات كتير ببقى عايز بس اشوفك متعذب، ببقى عايزك تموت وتنتهي بقى. انا شفت كتير ماتوا بسبب جرعة زيادة، واللي مات في خناقة، واللي انتحر بسبب انها سلمت دماغها للغلط، واللي انتحر بسبب انه قرفان من عيشه وشايف انه مش عارف يقوم على رجله. انا في الحقيقة عاشرت كل دول. انا عايش طول عمري في منطقة شعبية. لما بشوف عيال صغيرة في السن بيضيعوا بسبب المخدرات والسرقة والقرف ده، في الأوقات دي ببقى زعلان عليه وزعلان منه. هو اللي عمل في نفسه كده، كان ممكن يختار الطريق الصح. هو ندم بعد سوء اختياره. ارجع لربك يا حبيبي. لا خلاص، بقى رابط نفسه في طريق الغلط فبيكمل فيه لحد نهايته. في الأوقات دي بقى ببقى نفسي أشوفك بجد بتتأذى. واحد قد 20 سنة ولا 21 سنة يموت بسبب حقنة ولا خناقة ليه؟ ولا بنت أهلها غلابة اتلمت على ناس سوء خلاها تحط راس الكل في الطين ليه؟ ذنبها وذنب الكل ايه؟ ما انت قلت فوق اهو، هما اللي اختاروا. ربنا يبعدك عن طريق الكل. انا نفسي دلوقتي اقوم اخنقك. خبرتك ايه من الناس اللي انت شفتها على مر العصور؟ كلكم فيكم عامل مشترك. كلكم ما بتحاولوش تشغلوا دماغكم صح ولا غلط، ودي طبعا حاجة بسطاني. في منكم الحقيقة بيفكر اكتر من مرة وبيعمل الصح اللي هو مآمن ان هو صح من وجهة نظره والعهد اللي هو ماشي بيه. بس كلكم بترتاحوا لغرايزكم. الكل بيرتاح انه عايز يبقى حر. طب ما احنا احرار واحنا برضو مؤمنين. اهو انت اديك فكرت ومآمن بفكرتك دي على حسب تشغيل دماغك، لكن مفيش زيك كتير. الناس دايما عايزة تبقى احسن من اللي هي فيه. الفقير نفسه يبقى غني وفي ايده سلطة، وتفكيره ده بيفتح لي باب اقنعه انه يبقى عايز السلطة دي علشان يدوس على اللي اقل منه. والغني نفسه يبقى سعيد علشان شايف ان الفلوس مش مقياس ان كل حاجة تبقى عنده. والتخين نفسه يبقى رفيع والعكس. كل واحد بيبص للي جنبه في المميزات بس. انتوا فيكم السعيد حاسس بملل، يبقى عنده صحة وأسرة ومال وحياته ماشية بمنحنى كويس، يجي يقول لك أنا مخنوق حاسس بملل، وهو في إيده الدنيا وما فيها. انتوا من نفسكم مش صافية. كل دي عوامل مشتركة فيكم كلكم، وبتفتحوا لي ألف باب وباب أدخل لكم منه واستخدم ذكائي واسيطر عليكم واديكم الحل اللي يخليكم أكبر شأن واللي نفسكم فيه بطريقة سهلة. كلكم تسمعوا كلامي وبتبقوا مبسوطين وانتوا عارفين ان كل اللي بتعملوه ده غلط. كل تصرفاتكم فيها محل غلط وشك، بس انتم فرحانين انكم عندكم كبر وطغيان شافي غليل نفسكم. واول ما تحطوا نفسكم في الجحيم جنبي تقولوا احنا ملناش ذنب، ربنا يجازي الشيطان. انا بقول لكل واحد اهو، لا، الذنب ذنبك انت اللي خليتني اقدر اتصرف وادخل واقنعك بكلام انت تقدر ما تسمعهوش. بس انتم اللي عايزين كده. كل اختياركم مش بسببي. يجي واحد يعمل مصايب، طبعا بيبقى شيء مفرحني كلها وخططي، بس يقول ربنا يجازي الشيطان. يا سلام، انا عملت لك ايه؟ انا اديتك رأي ونصيحة، انت اللي اخترت تعمل بنصيحتي. ما ترجعش تقول بقى يا ريتني. عندك حق والله. احنا للاسف في كتير مننا نفسه بقت ضغينه بسبب قله الايمان اليومين دول، وبسبب ان معظم الناس بقت تتمنظر بالفلوس والجاه والسلطه، مخليها باقي الناس مش راضيه على حياتها وقدرها. وده احسن طريقة ادخل لكم منه عدم الرضا والكفران عن النعمة. دي حاجة جميلة بالنسبة لي طبعا. ممكن احكي لك كتير، بس فعلا انتم البني ادمين على مر العصور كلكم شبه بعض. كل اللي هحكيه هتلاقيه حواليك دلوقتي، كله متشابه يعتبر باختلافات بسيطة. انت بقى عايزك تقولي ايه اكبر حافز ليك يخليك مصدق كلامك وعايز تبعد عني؟ اني ما اجيش اتقدر جنبك في النار واعدد واقول يا ريتني. لا بجد، ايه اللي مخليك مهما تغلط بترجع بسرعة قوي وبقيت اهدى واعقل كده؟ ده لغز عندك وعند كتير.
الحمد لله والله انه بالنسبه لك لغز، بس هقول لك ببساطه زي ما قلت لك قبل كده، الرزق مش بايدك. الرزق ربنا هو اللي بيبعته لي. اكبر حافز ليا ان ربنا يبقى راضي عني، فيرزقني في صحتي وعيلتي وشغلي وكله بقى، في الاخر ادخل الجنه باذن الله. مفيش حافز اكبر من كده. ويا سلام بقى لما اعرف كمان ان ربنا عز وجل هيكافئني اكتر كل لما ابعد عنك واحد من تحت ايدك، حد او اتنين او تلاتة، واخلي كتير يبعدوا عنك. اكبر حافز التجارة مع ربنا، بمعنى اني انجز مهامي في الحياة. انا اتخلقت علشان اعمر في الارض، ما اتخلقتش عشان افكر ازاي انا مظلوم وعايز كل حاجة تيجي في لحظتها. فاللي عليا اني ادرس صح واشتغل بالحلال واكون اسرة اربي ولادي صح، ومع كل ده فروضي اعملها على اكمل وجه، واطمع في الكتير بس بالحلال. عاوز اكبر تجارتي وشغلي وفلوسي بس بالسكه الحلال. وعلى فكره كل ده مش بيخليني ابعدك عني بنفسي، ربنا هو اللي بيبعدك عن طريقي. ربنا راضي عني يحط قدامي ليه سكه شر. علشان كده لما حد يجي لي بيشتكي لي يقول لي انا بعمل كل حاجه، صلاه وصوم وزكاه وكل حاجه، وربنا دايما استغفر الله ظالمني، وبقع دايما في المشاكل، انسى برد لو انت بتعمل كل حاجه صح ما كنتش وقعت في مشاكل. راجع حساباتك مع ربنا، وفكر انت اللي بيحصل لك اصلا مشكله ولا قدر مساعد ليك. ممكن تخسر فلوس وتزعل، بس عيل من عيالك يبقى بصحة كويسة. ايه احسن، الفلوس ولا صحة ابنك؟ في امثلة كتير كلهم في الاخر بتدل. باختصار، التجارة مع ربنا تبعد عن كل شخص اي سوء وشر. بعد كل اللي حكيته ده عايزك تقولي بقى ازاي ما كنتش متحفز ان اقوم بعد كل غلطة. انت ايه مختفي ليه بقالك يومين؟ معلش بقى العشر الاواخر وكنت مهتم ان اصلي احسن، فما لقيتش وقت فاضي اجيلك فيه. قول لي بقى، ايه هو مصدر قوتك من وجهة نظرك؟ صفاتي كلها مديالي قوة. الذكاء بتاعي، الكبرياء، الغرور، الغضب بيخليني قوي، العظمة اللي انا فيها، كل ده غير اني مخلوق من نار، ودي اقوى حاجة اي كائن تاني ما يستحملهاش ولا يعرف قيمتها. انا كمان مصدر قوتي الاساسي حاليا هو انتم. كل بني ادم بيديني من قوته لما بترضوا بغروري وتسمعوا كلامي وبتدوني قوة ملهاش مثيل. انت كبني ادم عبارة عن فحم، او زي ما بتقول البنزين اللي دايما مخلي الآلة شغالة. كل ما بتحرقه في الخطايا اكتر انا اكمل في طريقي لقدام، ما بقفش ابدا. ان شاء الله مش هتلاقي اللي يحركك قدام تاني. تعبيرات وشك اتغيرت من كلامي ليه؟ هل تقدر تنكر كل اللي انا قلته؟ حاجة واحدة ما اقدرش انكرها، احنا اللي عاملين لك قيمة. انت ولا شيء بدون اللي بيسمعوا كلامك. وانتم ولا شيء في حياتكم المملة اللي كلها خوف. كلكم خايفين من بكرة والكل خايف من عقاب، وده برضه بيديني طاقة وقوة اني ازرع الخوف فيكم اكتر فتحبطوا وتغلطوا. انتوا سهلين اوي يا يوسف، مجرد عرايس خشب اللي يلحق يمسك الخيط يقدر يحركهم في اي اتجاه. مخلوقات من طين، الطين بيتزرع فيه واصل التعمير في الارض، بس بينداس عليه بسهولة. بقول لك ايه، كفايه غلط، خلينا نخلص الدردشه دي على خير. ايه اتضايقت ليه؟ انا بتكلم معاك من وجهة نظري بصراحة. طب يا ريت كفايه وقول سؤالك. حاضر يا يوسف، عايز اعرف ايه هي الحاجة اللي بتعملها عشان تعرف تبعدني عنك. بعمل حاجه حلوه قوي، انا عارف انك بتحب اللي يبقى لوحده. لحظات الوحده دي انسب لحظه ليك تبدا فيها شغلك. لما اكون قاعد لوحدي وانت بقى تقعد تشتغل في دماغي، باخد نفس عميق واقول لا اله الا الله اكتر من مره، بس من جوه قلبي. ودايما زي ما انت شايف سبحتي معايا، انا بحب التسبيح، بقت عاده عندي اقعد اسبح واذكر ربنا طول ما انا قاعد. وساعات اقوم اتوضى واصلي ركعتين لله، وساعات افتح المصحف اقعد اقرا. وانا احب ان اقرا التفسير بالذات علشان افهم الكلام بالظبط. ما اللي يفهم كلام ربنا ويحافظ على قرايته ربنا يحفظه. طبعا انت ساعتها بتبقى متضايق ومش سهل توسوس لي، بيبقى فيك دار حمايه. صح ولا لا يا شطان باشا؟ الاوقات بقى اللي بيبقى ورايا فيها شغل ما بسمعش ليك، يعتبر بشتغل في اني اعمل شغلي مظبوط، وممكن اسحل نفسي في حاجات كتير علشان ما بقاش فاضي واغلط. فبتكل على ربنا واعمل شغلي في كل وقت. وكمان القعده مع العيله بتنسيني الهموم، فما بقاش ليا تفكير في وسوستك. انا بعمل حاجات كتير قوي، وفي كل لحظه بستعيذ بالله منك، وبقدره ربنا انت ما بتقدرش تعمل اي حاجه ولا تيجي جنبي اساسا. النصيحه اللي ممكن اقولها لاي حد عشان يبعد عنك انه يفصل دماغه لمده ثواني. زي ما قلت لك، قول لا اله الا الله وخد نفسك من 3 ل 4 مرات. في علم النفس انت كده زي بتعمل ريفريش لنفسك وعقلك قبل ما تقع في الغلط. نصيحه برضو لكل اخواتي، ما تقعدش لوحدك كتير ولا تحوط نفسك بالغلط عشان بس دي موضه. خليك موضه وشيك بالامور الصح. كل شاب فيكم راجل المفروض يحافظ على نفسه واهله واخواته اللي حواليه، وكل بنت المفروض تحافظ على نفسها وجمالها واهلها وعرضها. كلنا والله جوانا كويس، بس محتاجين نعمل ريفريش لعقلنا.
وهنقدر نبقى شيك ومبسوطين ونتفسح وكل حاجة، بس باحترام وبالصح. اسهل حاجة اننا نقرب من ربنا والله، بس نركز. اتمنى كلامي يوصل بنفس المعنى اللي اقصده. اثبت لي كده ان احنا ازاي دلوقتي في رمضان ومتسلسلين زي ما انتوا فاهمين، وانتوا لسه بتعملوا الغلط والمعاصي برضه. اكبر اثبات اهو ليك ان انتم اللي بايظين من جوه، معلقين كل حاجه على الشيطان، وانتم اللي جواكم وحش اساسا حتى مع نفسكم. انت تقدر تجاوب عليا؟ عينيا هجاوبك حاضر. انت مين وسوس لك اول مرة اساسا علشان تعصي وتقول لا؟ ايه مالك باصص لي وساكت ليه كده؟ انا اقول لك. تعرف النفس ولا ما تعرفهاش؟ النفس الاماره بالسوء دي غريزه جوه الكائن بتقوده للشر. وكل ما هو كان بيشحن نفسه بجهل ومعاصي، النفس الاماره تسيطر عليه اكتر واكتر. النفس دي هي الامتحان بتاع كل واحد فينا، الاختبار اللي من خلاله نشوف هتبقى قادر تمسك نفسك عن الغلط ولا لا. انت متسلسل، بس انت كنت شاحن الناس مخلي دماغهم شغاله بالجهل والقرف حتى وانت بعيد عنهم. هم مشحونين بوسوستك. وكمان انا عارف انك متسلسل، بس ليك اتباع وهم للاسف مننا زي ما بنقول شياطين الانس. دول بقى مش متسلسلين، دول بيعملوا دورك في غيابك بسببك برضه. مع ذلك انت معاك حق في حاجة، اللي بيعلق مشاكله وجهله على الشيطان ويقول الشيطان غواني. لا، المفروض كل واحد يعلم نفسه انه يبعد عنك ويخلي نفسه من جوه بيضة ما فيهاش اي نقطة سودة تخليه بعد كده هش وضعيف قدام الغريزة اللي مسيطرة عليه، ومخليه يعمل الغلط في كل وقت بيك او من غيرك. احنا كلنا غلطانين في حق نفسنا. كل واحد قادر يبقى كويس وقادر يبقى وحش، الاختيار بإيد كل واحد فينا. الحلال متعب والحرام متعب. الأحسن إن نختار الحلال حتى لو عملت كل حاجة حرام. المغفرة كده كده مضمونة بإذن الله، بس احنا ناخد الخطوة. الرحمة مخلوقة لينا، بس ناخد القرار. طب يا نبيه، هو لو كان هيغفر لك وخالق الرحمه ليك وبتاع، سابك ليه تقع في المعصيه اساسا؟ سابكم كلكم ليه تبقوا متشتتين وحارمكم من حاجات تخليكم تكفروا، وفي منكم مولود لاقي نفسه حواليه كل الغلط؟ انتوا لازم تفوقوا من غسيل المخ بتاعكم ده. منين عايز يرحمك ومنين سايبك في الضياع زي ما انت بتقول؟ هقولها لك 1000 مرة، احنا في امتحان وبنقع ونعوض ونقع ونعوض، كل واحد هو اللي بيختار سكته. ربنا مش بيجبر حد على الطريقة الصح أو الغلط. طب ليه عمل الغلط اساسا؟ علشان نبقى فعلا مستحقين الجنة. الواحد لما بيشتغل بياخد فلوس على قد تعبه، كل ما تتعب في الشغل كل ما تاخد فلوس اكتر. ربنا خلقك تتصرف بنفسك، اخترت الصح انت الكسبان، اخترت الغلط انت اللي هتخسر. وربنا عرفنا بكل صراحة المكافأة الجنة والعقاب جهنم، مفيش اختيار تاني. بس برضو مهما غلطنا ربنا هيغفر لنا ان شاء الله. ما تقلقش، بس خليك يقين انك عايز فعلا تبقى احسن. اعمل اللي عليك في الامتحان عشان تنجح، ده الطبيعي. احنا ازاي هنعيش في حياة فيها الصح بس؟ طب ما كنا في الجنة خالدين وخلاص، ايه لازمتها الحياة؟ حكمة ربنا ان كل ده يحصل. خلقك وعارف انت هتعمل ايه، وخلقنا وعارف كل واحد فينا جواه ايه. احنا لينا نسبة اختيار اننا نبقى كويسين ولا نبقى مش تمام. ربنا جابر علينا القدر، ولكن برضه ادانا صلاحية الدعاء، ممكن يرد القدر. كاتب لنا الرزق كلنا، بس بيرزق اللي يستاهل وعامل اللي عليه. ربنا ليه حكم كتير، هو الخالق وهو العليم بكل شيء. احنا اللي مخلوقين ضعاف ما نعرفش حكمته. احنا بس نعرف ان ربنا مش هيخلق حد يعذبه ولا يخلق حد علشان يتظلم. ربنا بيكرمك وبيدبر امورك بطريقه انت ما تتخيلهاش ولا حد يتخيلها. ما ينفعش حد يقول هو عايز يغفر لي ما يغفر لي، طب ما هو اللي وقعني في الذنب. لا يا حبيبي، الانسان زي ما قلت لك، زي ما كل واحد مسير في حاجات معينه، احنا مخيرين برضه. ولو دورت كده وشغلت دماغك، احنا مسيرين في الحاجات اللي بتفيدنا بس، مخيرين في الحاجات اللي بتأذينا. يعني عز وجل فارض عليك اللي في مصلحتك، بس مش فارض عليك تعمل حاجة غلط. ده بقى شغلك انك تخفي عن كل واحد الكلام ده كله، بس الحمد لله ربك يرزق الكل والكل يتشال من عليهم الغشاوة. انا عايز اقول قدام كل اللي بيتفرج عليك، انت من اول القعده بتقول انا ببعد عنك وبتبع العهد بتاعي والكلام الكتير بتاعك ده. انت كذاب. هل الناس تعرف انك لحد دلوقتي بتعصي؟ كل اللي انت بتقول لهم يلا نصلي وبلاش تغلطوا وبلاش تشتموا، عارفين ان انت بتعمل ايه من وراهم؟ انت بتكذب على الناس ولا على نفسك؟ مش عارف ان ربنا شايفك ولا ايه؟ عامل نفسك شيخ والملاك اللي مستحيل يقع في المصيدة بتاعتي، وانت اساسا واقع فيها اهو. انا عارف كل اللي بيحصل في الديرة وانت لوحدك افكارك بتبقى ايه.
ده اللي ربنا امرك بيه. بص، انا ما قلتش اني شيخ ولا قلت ان عمري ما عصيت. انا يمكن اكون عندي بلاوي سودا، ربنا يغفر ليا وللناس كلها. وانا معترف ان انا مش المؤمن الصحيح كما يجب ان يكون. بس انا دايما ندمان على غلطي. دايما ببقى عايز ربنا يسامحني لما اقع في المعصيه في وقت ضعف. برجع لربنا بطلب مغفرته. والحمد لله ربنا ساتر الواحد. الستر ده محدش بيعرف قيمته غير لما يروح. كل واحد عنده بلاوي، ولحظة ما الرصيد الستر بيخلص كأن الدنيا حرفيا اديتك ظهرها. انا بفكر ساعات تفكير غلط وبعمل بلاوي، بس انا في شيخ كبير قال لي جملة. قال لي لو اذنبت 1000 مرة توب 1000 مرة، وانت متأكد ان ربنا رحيم وهيغفر لك كل ذنوبك مهما كترت. مفيش حد ملاك ولا في حد ما بيغلطش، بس في فرق من اللي بيندم وبيرجع عن غلطه واللي غلطته بتسيطر على عقله. وبعدين انت بتقول لي بكدب على الناس. لا، مش بكدب على الناس، بس انا ديني بيقول لي لا تهجر بالمعاصي. ربنا سترني، افضح انا نفسي ليه؟ وبدل ما انافق الناس اهتم بان ادعي ربنا يغفر لي. انت بقى ازاي بتقول على نفسك انك قادر وفاجر وذكي وبتاع؟ ده انت غلبان قوي. ممكن بقى اقول لك وجهة نظري فيك؟ قول. انت غبي. ما تبصليش بس كده بالله عليك، انت والله مش الاذكى ولا كل ده. انت كشفت عن نقط ضعفك وكشفت عن اللي تقدر عليهم واللي ما تقدرش عليهم، والكل بقى عارفك وعارف ازاي ما يخليكش تموت بس يوجعك. انت فاهم انك الاحسن علشان غرورك عميق، واكبر اثبات انك غبي اول الحكايه خالص لما قلت لا لربنا، وبعدها بقيت ندمان. والنار اللي انت بتقول انها مقوياك هي نفسها اللي انت بتتعذب فيها. النار القويه دي بشويه ميه تطفي، لكن الطين بشويه ميه يطلع شجر ويعمر ويقدر عليك وعلى قراضيشك. انت غلبان وضعيف زي ما ربنا عز وجل قال عليك ان كيد الشيطان ضعيفه. انت الوحيد اللي حاسس بقوتك والكل قادر يعدم قوتك دي. خليك كده معمل النهايه علشان الضربه تبقى اقوى واصعب من العذاب اللي انت فيه. وجهة نظري فيك ان احنا عملنا لك هالة، واحنا برضو قادرين على اننا ننشل نفسنا من طريقك بإذن الله. انا كده انتهت اسئلتي، واتمنى القعدة دي ما تتكررش تاني ولا يبقى ليها تكرار ابدا. هفضل حاطك في دماغي وهتيجي وهخليك تعمل كل اللي انا عايزه. طول ما فيا النفس وانت واللي زيك موجودين هجيبكم تحت طوعي. مستنيك بفارغ الصبر تنفذ كلامك. بس انا برضو حاطك في دماغي وهخليك زعلان دايما بسببي وبسبب الخسائر اللي هعملها لك بعون الله. يا نهار ابيض، انت بتهددني؟ انا الحمد لله عارف ربنا كويس ومتعلم ومتكل على الله في كل اموري. اكيد ربنا مش هيسيبني في طريقك انت ولا هيخليك تقدر عليا. لينا لقاء تاني يا يوسف. هشاور لك وانا داخل الجنة ان شاء الله. اول حاجة احب اشكر كل اللي دعمونا من خلال المسلسل ده، واخواتنا اللي اتشرفنا برأيهم في الحلقات. شكرا جدا جدا لكل واحد فيكم. تاني حاجة احب اقدم اعتذار بالنيابة عن تيم جسور كله في ان اخر 3 حلقات ما كناش منزلهم في المواعيد بالظبط، بس والله كان خارج ارادتنا. النهارده الشيطان خلاص مفكوك ورايح يشوف شغله ومش هيكون موجود الحمد لله. بس انا جاي اقول لكل واحد بيسمع الفيديو كلمتين من اخ لاخواته. الفكرة من المسلسل ده ان كل واحد فينا يشغل دماغه ويفكر احنا بنعمل الغلط ليه، وهل الحاجات الغلط اللي بنعملها ملهاش بديل. كل الحلقات كانت بتدور على شيء واحد، اننا احنا اللي بنعمل قيمة للغلط، وان الوسوسة بتاعت الشيطان او النفس الامارة بالسوء احنا اللي بنخليها تشتغل. كلنا حرفيا نقدر نمنع نفسنا من الغلط حتى لو كل يوم بنعمله. لسه في شمعة منورة جوا كل واحد فينا قادرة تخلينا نرجع. اهم حاجة اننا نفكر بجد ونعمل اللي علينا. الشيطان لو كان صح ما كانش هيبقى فيه نار ولا حساب. فكر بعقل. واللحظات الغلط اللي بتحس فيها باستمتاع لو كانت صح، تخيل لو كانت صح، هل كنت هتعملها في الدرة؟ جوا كل واحد صوت عايز يفوقه، بس احنا اللي في ايدينا الكنترول. نسمع لمين ونعمل ميوت لمين. واثبات كلامي، اول ما بتعمل الغلط وتقعد بقى كده خلاص الشيطان عمل مهمته، يجيلك بقى جواك كده صوت الذنب، صوت انك غلطان وان يا ريتني ما كنت عملت كده والكلام ده كله. لو انت قدرت مع الوقت تتحكم في ان الصوت الصح جواك هو اللي يتكلم هتبقى حاجة تانية. وكل ده بحاجات بسيطة جدا. اول حاجة اللي المفروض انها ما تبقاش نصيحة، اهم حاجة فرض الصلاة. الصلاة بتعلمك الهدوء والانتظام والطهارة وبتجيب لك الرزق وبتتعلم كلام ربنا، ودايما هتلاقي نفسك محبوب وسط الناس كل ما تبقى قريب من ربنا. واهم حاجة تتعلم انك تفصل دماغك 5 ثواني بس. لو هتعمل الغلط غمض لمدة 5 ثواني وفكر في ربنا وفي صوت الذنب اللي هتسمعه بعد الغلط. هتلاقي نفسك تلقائي ما عملتش اي حاجة غلط. واهم حاجة ابعد عن اي حد يقولك احنا مش ملايكة ولا شيوخ ولا بتاع احنا شباب ومن حقنا نتمتع. ولكل اخت بتسمع، اعملي حسابك انت تقدري تبقي على الموضة وجميلة وتتفسحي وتعملي كل اللي نفسك فيه،
بس وانت محافظة على كرامتك وحافظة على جسمك وعقلك. لا اللبس الضيق هيخليكي احلى، ولا انك تبقي بتتكلمي بطريقة غلط هيخليكي اصيع. وشغل بقى مش هيتاكل حقك، كلنا عارفين الصح وكلنا عارفين الغلط، بس كلنا فينا عامل مشترك اللي هي اللحظة الحلوة مش بتتكرر مرتين. فيلا نعمل مصايب بقى، وابواب التوبة دايما مفتوحة وهي وليلة. مفيش الكلام ده، محدش فينا ضامن كل لحظة هتبقى شكلها عامل ازاي، ومحدش فينا عارف توبته بتتقبل امتى بالظبط. كمان هقولك اخر نصيحة، لو لسه بتغلط مش مشكلة، ولو مدمن على شيء معين مش مشكلة برضه، بس خلي الصلاة والتسبيح في يومك اساسي، وخلي دايما نفسك مسحول في شغل علشان دماغك ما تفكرش في حاجة تانية. خلي في باب موارب، على الاقل باب واحد يكون بينك وبين رب، هو اللي بترجع فيه لربنا، باب. خلي دايما نفسك مسحول في شغل علشان دماغك ما تفكرش في حاجة تانية. اشتغل طول اليوم صبح وليل، خلي دماغك واقفة بس في وقت النوم، هتستفاد فلوس كتير. خليك دايما وسط ناس صح، على الاقل عيلتك. ما تقعدش لوحدك كتير عشان الشيطان ما يعرفش يستفرد بيك. اقرا قرآن كل لما تعرف، ما تعملش وقت محدد، لا كل لما تفضى شوية وفي ايدك مصحف اقرا اي سورة اي آية، واقرا بتركيز زي ما بنتفرج على الافلام كده. اقرا قرآن، القرآن هو كلام ربنا لينا. تخيل ربنا بيكلمك وبيديك نصايح وبيعلمك، انت مش عايز حاجة تانية. وكل اللي انا قلته مش هيضيع عمرك ولا هيضيع شياكتك ولا وقت استمتاعك خالص. شوف، في ناس مشاهير بتلف العالم وعايشين حياة خيال، وفي نفس الوقت عاملين حساب لربنا ومديين وقت لكل فروضهم. آسف للإطالة، وأخيرا وليس آخرا، شكرا من قلب تيم جسور لكل من وصل للحظة دي، شكرا لكل واحد فيكم بجد، وأتمنى نكون وصلناكم لجسر فيه فايدة. وانتظرونا في أفكار تانية كتير بإذن الله. وما تنسوش الكل يقول رأيه، والكل يقول لو في فكرة عايزين مننا إن احنا نعملها قولوا لنا عليها. مع السلامة. مع نهاية حلقة النهاردة أحب أشكركم على وجودكم لنهاية الحلقة، وعايز أعرف رأي كل واحد فيكم، وأتمنى يكون هدفنا اتحقق إنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. ما تنسوش كل يوم الساعة 9 حلقة جديدة وتحاور جديد بين العبد والشيطان. شكرا.